يا شاوي صوات الدعم السريع يا اخواننا، الوضع بقى خطير اكتر مما تتوقع. والرسالة دي لو كلامي ده صح توصلها لمحمد حمدان، ولو ما صح رد لي قول لي رسالتك ما صح وشكرا. يا اخواننا الان الحرب كلها اتنقل في كردفان، جيش مشتركة براؤون ما تعرف درع النسوان ما تعرف التقيراي، كل الأمة الزمان من الخرطوم والماسك ام درمان كل الجيش ده الآن جابوه كردفان للصياد، كله في كردفان كويس. والآن مجهزين ما يقل عن 7 ولا 5 متحرك، القطارف وأكاس الأمن كل متحركات جاية كلها كردفان. هسي الآن المقصود بارا الآن كل تخطيط الفلول قاصدين بارا وجبرة، دي المكانات الأساسية دارين يسقطوها عشان يفتحوا طريق أم درمان للبيض كويس. يا اخواننا هلا على الجد، والجد هلا عليه. هنا عندنا طريق واحد، طريق نقدر نهزم فيه العدو ده ونشغل العدو ذاته لازم تشغله كويس. طريقنا نحن الآن المعروف الشمالية، وقسما بالله لو ما دقينا الشمالية والله العظيم تسقط كردفان. واسمعوا كلامي ده. وإحنا عندنا قوات راكدة، قوات الشمال دي قوات مدفقة تراب الله سبحان الله، والله لا تعثر ولا تحسس عني منها. أنا ده شفتها بعيني، والله قوة لا تعثر تحصل. القوة دي داحرها لازمها ما يخليها تدق الشمالية. شنو ده كان دقة الدبة ودنقلة وفاتت ليه عبر ليه؟ الناس زلوا دقناهم هناك، هوشنا هناك ده واتنا اللي كانت بتنسحب بتمشي بغالي. هنا بيفضل لنا إلا القليل، يمكن نفرش البيض ونفرش دول زي السلام عليكم محل ده كله ونسكر. كل الناس ده عارفين محل ذاك محل اللحم الحي والمصارين البيوت البياب وليل، ونحن هبشنا كل القوة دي ليه المشتركة بشيلهم بودوم بغالي، الناس كلها بودوم لنا هناك. نحن ليه ما نهبش الشمالية نخلي الأمة دي كلها تيجي عشان تسقط لنا كردفان؟ السبب شنو يا جماعة؟ يا أخي فهمونا الحاصل شنو. مليار مرة نتكلم غيرنا نتكلم، ما في زول ما طلع اتكلم في الإعلام ده. هل الرسالة دي محمد حمدان ما بشيفها؟ هل الرسالة دي ما بوصل من القناة؟ هل هم ما عارفين؟ هل هم عارفين وما دارين يدقوا؟ هل عندهم؟ يا أخي والله العظيم حرقته دمنا، أقسم بالله دمنا حرق والله. يا أخي الشمالية يهدي خلينا نفرشوها. والله دواس الشمالية نحن نداوسوه من 15 ابريل ما داوسنا. دواس بتاع انتقام، ودواس بتاع حراري، ودواس بتاع انتحار شخصيات بس. والله اقسم بالله العظيم الشماليه دي والله نسوقوها دك ليل البحر. والله ندي منفذ للناس زول يا زول، الناس دي مطلعين زودتهم اليومين دي يا اخي. هسه دمباره والجبره والموضوع ده كل الامور جاي طهين. الان الرساله يا اخواننا واضحه كويس، وان شاء الله توصل محمد حمدان وعبد الرحيم وكل القيادات الماسكين شؤون العمليات. اخوانا كلامنا ده لو صح، حتى لو زول انت ما ضروري زول يجيب الفكره دي الا زول ضابط ولا زول رتبه كبيره هتتبع بخطه ده. لا، ربنا قال لك بضع سره في اضعف خلقه. انت تسمع كلام اي زول اللي بيتكلم في الميديا دي، ناس ما شغلهم حرقه لايكات ولا حرقه شهره، ناس حرقوهم القضيه والله، وطريقه يتواصلوا معاك مع القيادات ذاتها ما في. القيادات الكبار دي ما اي زول يسحق بيتواصل معهم كويس. اذا كده يا اخواننا لازم الرسائل توصلوها محمد حمدان دقلو في الشمالية، هزم المعركة في الشمالية. والتحيات يا شباب.